وصلنا من ذاك العميد. مساء الخير يا كابتن كريم. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ تحياتي للكابتن وليد. الله يخليك يا سياده العميد. يعني صعود الاهلي والزمالك رغم انه حاجه مفرحه بالنسبه لنا في مصر، ولكن عمل مشكله في جدول المسابقه، ان احنا عندنا الوقت قصير جدا، لازم نخلص المسابقه قبل بدايه شهر اغسطس عشان ننقذ الافريقي الجديد. وفي نفس الوقت برضه القرعه بتاعه الكونفدراليه هتخلي الاهلي والزمالك ماتشاتهم في نفس التوقيت، او يعني الاهلي والزمالك هيلعبوا في الاول في القاهره وبعدين الفرقتين يلعبوا بره القاهره، يعني ماتشاتهم كلها هتبقى في نفس المكان او في نفس الملعب. هتعملوا ايه في القصه دي؟ والله يا كابتن كريم، طبعا الكابتن عامر حسين عنده ازمه في الموضوع ده، رغم طبعا فرحته بصعود الاهلي والزمالك، لكن في نفس الوقت موضوع الدوري يعني موضوع اساسي بالنسبه له طبعا. فهو من امبارح وعلى اتصال بالتليفون مع بعض عشان ترتيب الجدول. لازم الجدول ينزل خلال بكره او بعده بالكثير جدا. انت برضو في عندك الجونه ما فيهاش اضواء كاشفه، فصعب جدا تلعب بالنهار في رمضان. عندك الفيوم، عندك الاسيوطي. يعني عاوز اقول لحضرتك بعيدا عن تزاحم الاهلي والزمالك في الكونفدراليه، عندك مشاكل تانية في موضوع الاضواء الكاشفه اللي المفروض يتلعب بيها ماتشات في رمضان. أيوة. هو طبعا كل الكلام ده كله يعني انت عارف حضرتك فرحه مصر كلها امبارح بالاهلي والزمالك، لكن في نفس الوقت انت حريص ان الدوري يكمل، وخاصه ان هو يعني في الاسابيع الاخيره بالظبط. فان شاء الله باذن الله يعني الترتيب ان يتم نعلن عن الجدول خلال ال 48 ساعه اللي جايين. الناس كلها كانت تنتقد يا كابتن كريم ازاي الجدول الدوري مش يعني لحد النهارده ما حدش يعرف الاسابيع اللي جايه. كل ده ازمه بسبب الظروف اللي احنا فيها. شهرين بتوع ماتش بعد توقف الزمالك وامتى 50 يوم طبعا صعبوا الدنيا طبعا. فان شاء الله يا كابتن كريم باذن الله خلال يعني كابتن عامل لسه تليفونيا مع بعض، وعلشان برضو احنا بنحاول نرتب مع وزاره الداخليه والشكر ليها ان في ماتشات هتكون يوم الجمعه، فبتحاول برضو حرصك، ودي طبعا عوده الماتشات يوم الجمعه دي ثقه في وزاره الداخليه وثقه في الامن. أيوة. دي برضو حاجه مطلوبه، فكل ده ان شاء الله على يوم الاربعاء هنعلن الجدول باذن الله. يوم الاربعاء ماتش الاهلي والزمالك، او الزمالك والاهلي ان شاء الله في نهايه الدوري هيبقى في شهر 7 اللي هو الاسبوع اللي قبل يعني الاخير. والله في مكان كده كابتن كريم متفقين مع الكابتن عامر حسين عليه، هيكون مفاجاه يعني ان الاهلي والزمالك يتلعب فين، فان شاء الله بس بنحاول. انا سامع ان في ملعب جديد كده في شرم الشيخ، اسلام صادق بيغششني في الاير بيس، يعني بيقول لي ممكن الاهلي والزمالك يلعبوا في شرم الشيخ. انا مش عارف الاخ اللي مع حضرتك ده رئيس التحرير بيجيب المعلومات دي يعني هو معلومه صح ولا مش صح؟ يعني ما خلاص بقى، ما انا بقول لحضرتك هتبقى مفاجاه. هتبقى مفاجاه، هي ما بقتش مفاجاه خلاص. هو في ملعب اساسا في شرم الشيخ، في ملعب نجيله طبيعي في شرم الشيخ. هو طبعا يعني في محاولات مع سياده الوزير خالد عبد العزيز. حاجه الملعب في شرم الشيخ يعني في تنظيم في النهائي الافتتاحه. لو كده هيبقى ما عندكش مشكله ان اهلي وزمالك اهلي ومصري اهلي ومصري كل الماتشات اللي كنا بنعاني منها بتلعب بالنهار عشان الاضواء تكون ان شاء الله في شرم الشيخ. فنتمنى الكلام ده حاجه حلوه والله، يعني اتمنى ان يكون في استاد يعني استاد رائع او استاد كويس في شرم الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله كابتن كريم باذن الله باذن الله. بشكرك سياده العميد، بشكرك سياده العميد، الله يخليك.